ايه ده ما الذي اراه؟ بينهم هيعملوها ولا ايه؟ شكل الحلم هيتحقق ومصر واليمن هيتحدوا ويبقوا ايد واحدة. ابو اليمن محمد علي الحوثي قال ايه؟ سنقف بجانب مصر وندعمها دعم فعال اذا وقفت لولاد الاخص في عملية الجنوب يا جدعان. وبعد هذا التصريح كلمتين لليمنيين: علمتونا القوة والشجاعة، خلصت فيكم كل الكلمات الحلوين، والله يعجز لساني عن وصف اليمن واليمنيين. تخيلوا معايا لو كل الدول العربية عملت زي اليمن وكلنا نبقى ايد واحدة وقوة واحدة، ولاد الإخس هتكون فين؟ ايه الموضوع يخلص على كده؟ لا، اعتراف رسمي من وزير الدفاع البريطاني يطلع يقول ان شعب اليمن شعب لا يقهر، وما نفعله في اليمن لا يقلل من قوة وعزيمة اليمنيين وموقفها الصلب في البحر الأحمر. ما هو يا البريطانيين لو انتوا بتقروا تاريخ زمانكم كنتوا عارفين انكم من اليمن مهزومين مرتين، مرة في الشمال سنة 1962 ومرة تانية في الجنوب سنة 1967، وديت المرة التالتة. وقلتوا بنفسكم ان شعب اليمن شعب عنيد، شعب قال فيهم الله ورسوله انهم ذو بأس شديد. وانا شخصيا فخورة ان في البلاد العربية بلد زي اليمن لسه بتتحلى باخلاق الدين. وبعد كل ده لسه في منكم زعلانين قوي اني بحب اليمنيين؟ ده لولا موقفهم في البحر الأحمر زمان قناة بن غوريون اتعملت، وقولوا على قناة السويس يا رحمن يا رحيم. وبعد موقفهم اللي شفته في القضية وشفت موقفهم دلوقتي مع مصر، ده أنا هفضل أحب اليمن ليوم الدين. وختاما، شكرا أيها اليمن السعيد، علمتونا حاجتين: القوة والشجاعة، وفي نفس ذات الوقت قلوبكم كلها مليانة حب ولين.